ازيكم يا جماعة؟ طمنوني، عاملين ايه؟ معاكم الحكواكي الرغاي اللي مش بيبطل لا سرد ولا كلام، يوسف شريف. النهاردة حلقتنا هتبقى عن المقارنات، الحب، الإعجاب، الانبهار والكونجو. فيلا بينا، شد كرسيك أو اظبط قعدتك على الكنبة أو ريح على البين باج بتاعك الانتربرنوريا بتاع الستارت اب، كوباية الشاي بلبن أو السحلب الجافي أو حتى مج الكاكاو. ويلا بينا يا بشوات ويا هوانم في حلقة جديدة. عدوا معايا: واحد، اتنين، تلاتة، والحكاية والرواية. شوف ابن خالك جايب كام في الثانوية العامة وانت جايب كام. شوفي بنت كنت احسن خطبها مهندس وانت لسه عارفة في اربيزنا. شوف جوز هند وجاها في العيد المالديفز وانت مش عايز تسفرنا في حتة. شفت احمد لسه مصاحب وانت لسه مش عارف كام تكلم كلمتين على بعض. شفت محمد ابن كونك سمية لسه متخرج وبيشكر زيك عادي في البيت. مش كنت حاجة كورس كذا زي علي. كان زمانك جواك معاك حاجة على الأقل. مش ناوي توريني خلفيتك بقى زي بقية اخواتك. كمية جمل هتكون سمعت واحدة فيهم على الأقل يعني. بجاية عنيفة أوي لكن يلا ما علينا. كلهم بيدوروا حوالين موضوع واحد وحيد والذي هو أيوة المقارنات. واحدة من أكتر الطرق المؤذية في التربية وفي الحياة والله. طب سؤال، هو احنا ليه بنقارن من الأساس؟ عشان المقارنة من زمان هي وسيلة عشان تعرف انت فين حتى لو غلط. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا في عالم مليان منافسة وتباهي، فطول الوقت انت مطالب ان انت تعرف انت كويس في ايه ووحش في ايه. تبقى ماشي كده كأنك شايل سي في طول الوقت. عشان هتقعد على القهوة هتقارن نفسك بالغني اللي مش محتاج يشتغل، او حتى ان هو يكفحك عشان يعيش. هتبص على صاحبك هتلاقيه بيكلم خطيبته وتتحسر على حالك ان انت لسه مش مرتبط. هتمشي وتيجي مروح يأتيك بوست على فيسبوك وانت بتسكرول في المواصلات ان صاحبك نفس دفعتك اتعين جديد وانت لسه عاطل. ترجع بيتك حد من عيلتك يقولك انت ازاي مش زي اخوك او انت ليه مش زي اختك. تكفن راسك في المخدة عشان تقفل اليوم يروح مخك مشغل الانوار ويمسك الماسك ويرص براك ما يقولكش بقى. توقع الربسي من صعوبتها يهز جسمك بأصعب كلام يجلدك بالقديم وبالجديد، الناجح والمبتهج ويشيلك ويرميك وانت ساكت مخروس مش عارف ترد. طب ثانية بعيدا عن كل البراك اللي أنا لسه رصصها عليكم دلوقتي. آه هو ليه؟ يعني هو ليه من الأساس أهلنا بيقارنونا؟ بما إن ده بيكون أكثر تأثيرا يعني ببساطة. أنا هقولك عشان دي الطريقة اللي بيكونوا بيها عايزين يقولولك إن هو إحنا عايزاك تبقى زي فلان مثلا. يعني الأهل لما بيقولوا انت ليه مش هاجي زي يوسف، جاش معناه ان ماماك مامتك وباباك عايزين يوسف كابنهم. لكن عايزين ان انت تبقى هاجي زيه، ان انت يكون عندك صفة الهدوء او صفة الرزانة، which is غلط برضه. عشان مهما كان ابنكوا ممكن تقاوموه بس الهدوء مثلا مش حلو، الاستمتاع حلو، انك قاعد مؤدب مش حلو، انه يكون عارف امتى يعمل ده اوكي صح ده حلو. انه يقول حاضر من غير ما يجادل ده مش حلو. انه يتفهم ويتقبل رأيكم ويحاوركم ده حلو. مش بقول ان الاهل مذنبين ولا احنا ضحايا ولا العكس، بس الفكرة الاساسية ان ده لعنة تربية غلط من قديم الازل ومستمرة. عشان كده لازم تقف اللي هو بيسموها جنريشنال كروما، او اللي هي كروما عابرة للاجيال يعني. بس تعالوا اقول لكم، هحكي لكم انا بقى، جيبوا مشروب سخن كده وتعالوا نكمل. قبل اكمل ما تنسوش كده الفقرة في فلسطين ربنا ينصرهم ويفك كربهم يعني مش عارف والله مش عارف يحل كل اللي بيحصل ده على خير. عشان احنا كده بقالنا داخلين في أكتر من 10 شهور من الإبادة الجماعية اللي بتحصل في غزة.
ربنا يرحم الجميع وينقذ الجميع برضه. خلينا بس قبل ما نرجع نكمل موضوعنا نقول مبروك لطلاب ثانوية عامة إن هم خلصوا على خير. بما إن الحلقة دي نتيجة مش عارف بيومين تلاتة مثلا حاجة زي كده، وحاجة خفيفة والله، حاجة سريعة كده. مهما كان مجموعك، مهما كانت درجتك، مهما كان اللي انت عملته عامة، اوكي، فانت عملت اللي عليك، اوكي، واللي جاي ده كله لسه قدامك ببساطة. لسه عندك جامعة، لسه عندك مش عارف ايه، سواء جبت المجموع اللي انت عايزه فألف مبروك ليك، او ما جبتش المجموع اللي انت عايزه فما تزعلش، لسه الدنيا قدامك يعني. فعايزك تفتكر، وعايزك تفتكري طبعا يعني، ان دي مش نهاية العالم. ثانوية عامة مش هقول ان هي مش مرحلة مش مهمة، مرحلة مهمة وكل حاجة، بس هي ليست نهاية العالم، هي مش يوم القيامة، هي مش موتك. انت تقدر ان انت تعمل كل اللي انت عايزه لسه، بس وهتكتشف بعد سنين وسنين ان ياه انا كنت متضايق وحالي بايظ على كده. مش ان هي ولا حاجة لا سمح الله، لكن ان فعلا انت متستاهلش ان انت توكي بحياتك مثلا عشانها، عشان انت جبت مجموع وحش او اي حاجة. بس وعلى الاقل حتى لو اهلك ما كانوش من النوع المتفهم، اوكي، ان حتى لو انت جبت مجموع مش قد كده ما يقدروش يفهموا ده، حاول لو انت قدرت تعدي من كل ده وتكون عيلة في المستقبل، ما تعملش كده في عيالك، ما تجيش تقف لهم عشان درجة ولا عشان مجموع، لان فعلا مش فارقة. صدقوني مش فارقة، اللي مكتوب هيحصل، اوكي، وكل واحد المكتوب له احسن مما يتمناه الف مرة. صدقوني. نرجع لموضوعنا. طب دلوقتي لما الواحد يجي يقارن حاجة بحاجة تانية بيبقى هدفه ايه؟ انه يشوف ايه اللي في كياري احسن. زي ما قلنا في حلقة الفومو، ان احنا دايما بنحاول نستغل حياتنا احسن استغلال، فبنقارن عشان نوصل ان ده الاقيم، ده الاحسن، ده الاجمل، وهكذا. طيب ده مفهوم، لكن ليه بحق طاجن البامية ممكن حد يقارن بني آدم ببني آدم تاني؟ ببساطة في أكتر من سبب، معظمهم مش صح ومش سوي ومعقد. بس لازم نذكرهم، فيلا عشان نوضح حاجة. في حد ما أحيانا بنكون محتاج إن احنا نقارن بحاجتين. بمعنى لو في اب مثلا بيقول لابنه انه شوف اللي قدك بيشتغلوا وانت عاجلي في البيت، هو هنا بيقارنه باللي بيشتغلوا التانيين دول عشان يوصله ان هو قوم اشتغل اعمل حاجة، مع لوم ان هو قاعد، ده اللي المفروض بيوصل. لكن في الحقيقة اللي بيوصل لابن الراجل ده ان هو اقل او ادنى منهم، عشان هو ما عندوش اللي عندهم، بين قوسين الشغل، فبيحس بالدونية، وممكن كمان تبدأ معاه بتقليل الذات، وكمان يفتح عينيه على مقارنة نفسه مع الناس التانية بشكل مش بناء. يعني احنا انا ممكن اقارن نفسي مثلا مع صاحبي عمرو اللي في الجامعة، ان هو مثلا بياخد كورسات، فابقى انا كمان اخد كورسات عشان احسن من نفسي، او حتى برايفلي او تنافسية، اللي هو انا وجو صاحبي بنتنافس مين فينا هيجيب درجات اعلى، هيركب على الدفعة وهكذا، كفكرة مسابقة او سباق، عشان يكون نوع من التحفيز او الموتيفيشن. لكن على العكس، اوكي، المقارنة في هذه الحالة بيكون الموضوع بيقلب لإذلال النفس او التحقير منها. يعني بص، عايز يركب على الدفعة تاني، اللهم بارك وكل حاجة، طب وانا ليه ما حاولش اركب زيه؟ انا 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 فين والتركيب على الدفعة فين؟ ده انا بنجح بالعافية، وهكذا من كلام. بالمناسبة في هذه الحكة يعني عايز اقول حاجة. ممكن يكون حكمة ربنا ان انا قعدت اجل في تسجيل الحلقة دي شهر لحد ما ده حصل يعني، بس ما علينا. انا كنت واحد من الناس اللي بيقولوا الكلام ده على فكره. اللي كنت باجي اقول يا عم انا راكب على الدفعه، انا يعني كل الفطاحله والاباطره وكل سواسيه وكل حاجات اخرها ايه دي موجودين في جيع، وانا اللي هركب على الدفعه على اخر الزمن؟ ليه ده نظام التعليم يكون فشل ده ولا ايه فيه؟ وحاجات صعبة جدا كده. رغم ان عادي على فكرة، يعني حتى الدحيحة اللي في الدفعة هم مش بيذاكروا مثلا اكتر مني، بالعكس انا ممكن اكون بذاكر قدهم.
لحد ما وصلنا لنقطة ان كلاك التالت مقرر على الدفعة. عاجبني ان انا ما حبيتش ان انا اقول ده لحد، فجيت اقوله في البودكاست. مش مشكلة، كله عشان الاستفادة. فالكونسيبت نفسه مش فكرة ان انا عملت وانا سويت فانت كده تعمل وتسوي، لا مش دي النقطة. فكرة ان انت ما تقولش ان انت ما تقدرش، ان انت ما تعرفش انت قادر على ايه بس. اوكي، كويس ان انت تكون عارف حدودك وتكون عارف قدراتك وتكون عارف ايه اللي انت قادر عليه، ما اختلفناش في حاجة. بس احنا كبني ادمين جسمنا اصلا لو هنتكلم بيولوجي اوكي او احياء يعني، انت جسمك لما يحب ان هو يوصل لحتة معينة، مثلا اخرك ان انت تشيل 50 كيلو بس، فبتروح الجيم وتقضيها تمرين والعضلات تتقطع وتتبني من تاني والعظم يتكسر ويتبني من تاني لحد ما توصل ان انت بقيت تشيل 100 بس. فيجي انت كبني ادم اصلا انت جسمك منذ بداية التاريخ مؤهل للنمو ومؤهل للتكيف على كل اللي حواليك. فانت مفيش حاجة متقدرش ان انت تعملها. كل حاجة تقدر ان انت تعملها انك لازم تاخد بيبي ستيبس، لازم تبدأ تمشي شوية 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 شوية. بس هيجي الفكرة كلها، ولو عندك التصميم وطالما بتعمل اللي عليك اوكي، سيب الباقي على ربنا وجاي وكله هتوصل له. تعالوا نكمل. برضو واحدة من أسباب المقارنة غير السوية برضو إن إحنا ممكن عشان نحس إن إحنا في وضع أحسن. يعني في نقاش مع حد من صحابي كم ذكر النقطة دي، يعني ممكن أقارن ما بين 2 صحابي مثلا عشان أحس إن أنا اخترته يكون أقرب هو الأحسن. او لما تقارني خطيبك اللي لسه مرتبطة بيه جواكي باللي كان معاكي، فاللي هو تحسي ان اللي جواكي احسن او العوض يعني. وده سكين ذو حدين، من ناحية ممكن يخليك تعتز بالشخص اللي انت اوريدي قريب منه، لكن لو في صفة مش موجودة بقى ساعتها ممكن ينحس تحس ان لا، انا اللي معايا ما عندوش ده، ما عندوش هذه الصفة مثلا. او الاسوأ ان انت تبدا تفكر ان اللي فات كان احسن. لا لا، اللي فات ما كانش احسن. ده بالمناسبة ممكن يتاخد من ناحية تانية، زي متمثل في اغنية شوف انت عامل ايه وانا عامل ايه. دي مقارنة عشان حاسس نفسي ان انا احسن منك، فاحس ان انا احسن واعلي الايجو كان لو شوف انا عامل ايه وانت يا حكك مش عارفة كيك 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 عامل ايه. بس هيجي الفكرة كلها يعني. اه والله الاغاني بقت مليانه ايجو، حاجه صعبه. مين يسمع اغاني الراجل دي؟ حاجه صعبه، حاجه صعبه. برضه في الحته دي افتكرت حاجه، ان في حركه كده بيعملوها احيانا البنات معظم الوقت، والولاد برضه معظم الوقت. مش حد مش عارف حتى ما شفتش حد عملها في قدامي، بس هي بتتعمل يعني. اللي هو مثلا انتي شكلك مثلا متوسط، او انتي شايفه ان انتي جمالك متوسط اوكي، لكن النهارده مثلا هتقابلي ولد، فتعملي ايه؟ بتجيبي واحده معاكي صاحبتك اوكي، انك انتي عارفه ان هي اقل منك جمالا، بس فلما يجي يشوف صاحبتك ويشوفك جنبها هيحس ان انتي بتلمعي، فبالنسبه له انتي تكوني اللي هو سوبر ستار، سوبر موديل فعليا، مفيش في جمالك. بس ودي حركه، مش نجيفه، مشيها مش نجيفه. بس يعني هي حركة والله، ما فيش عايز استخدم الفاظ، بس هي حركة قلة اصل وجدعنة. الصراحة يعني مش هكدب عليك عزيزاتي المستمع، لكن اكيد مش انت اللي بتعملي كده اكيد، عشان نكون واضحين يعني. المهم تعالوا نكمل. واحيانا برضو بنستخدم المقارنة كتنبيه، يعني لو كنت دحيح ومستواك قل، فمقارنة نفسك مع نفسك اللي فاكك اللي هو جرى ايه، ما انت كنت تمام قبل كده. او ان انت بقى لو انت ذكي وبتستغبى، اللي هو ازاي فلان بيعمل كذا وكذا وكذا وانت اللي كنت احسن منه 100 مرة بقيت عامل كده، فتبدأ تحط من قدرك. طيب احنا وصلنا لايه هنا؟ وصلنا لمعظم المقارنات سلبية، بتخلينا نحس ان احنا مش كويسين كفاية او اننا we are not good enough يعني. وعادي ان انت تقارن، بس لو هتقارن صح، يعني مقارنة بناءة او مقارنة تنافسية. والاهم ان احنا نحط في بالنا حاجة اوكي قالتها ليا واحدة من اصدقائي العزاز يعني، ايمي جاد.
واللي هي مساعداني شبه حجر الحلقة كلها يعني. فشاوت اوت كبير قوي ليها. اوكي، لان الباراجراف اللي جاي جات كله كوبي من اللي هي قالتهولي يعني. فركزوا معايا كويس قوي في اللي جاي. ان المقارنة ليها تأثير في وقتها، سواء عناد او زعل او ممكن تبقى بناءة، وفي تأثير ليها على المدى البعيد. ان لو ملحقتش تعالج ده هتبدأ تحس ان الناس احسن منك، وبحكم ان الاهالي فاكرين من وجهة نظرهم ان المقارنة صح، وهي ولا صح ولا زفت. وان المقارنة وانت صغير بتعيش معاك، وحتى لو الصوت اللي اتزرع جواك وبيقارنك اختفى او مبقاش موجود، هتبدأ انت اللي تقارن بينك وبين غيرك او بينك وبين نفسك. ان ليه انا بطلت اعمل كذا، او ليه انا بقيت كذا، والحل ان we are good enough، او ان انت كويس كفاية. مش معنى ان في شخص متفوق في حاجة معينة انه متفوق في كل حاجة عنك. هو عنده الملكة دي وانت عندك ملكة تانية. مش معنى ان انت كنت بتتقارن زمان من شخص ما، سواء اهلك او غيره، ان الصوت ده يفضل في حاضرك، او فكرة ان اللي جمرك زمان يفضل يعذب فيك دلوقتي. ان ممكن اهلك او غيرهم كانوا سبب دمارك النفسي، لكن انت الوحيد المسؤول عن مرحلة شفائك دلوقتي. خلونا نعمل شوكة تاني لإيمي على هذا الخطاب الرائع اللي أنا قريته بصوتي. أوكي، واللي هو لو قعدت تفكر في اللي أنا قلته ده شوية هتطلع بحاجة. أنا متأكد، فكر فيه بس وأنت هتطلع بحاجة. خلوني بقى أعمل مقارنة سريعة كده. هو إيه الفرق بين الإعجاب والانبهار والحب والقدوة؟ تحسوا إن الموضوع ملوش علاقة ببعض بس ما يخسرش. تعالوا نبدأ بالقدوة. القدوة هي الشخص اللي بنعتبره مثال يحتذى به، سواء في سلوكياته أو أخلاقياته أو إنجازاته. ممكن القدوة تكون في أي مجال، زي العيلة، الأصدقاء، الشخصيات العامة، المهنيين في مختلف الصناعات. دور القدوة بيتمثل في تحفيز الآخرين على تبني سلوكيات إيجابية، والسعي لتحقيق الأهداف بطرق بناءة ومفيدة. حلو أوي الكلام ده. طب إيه عن الانبهار؟ الانبهار هو شعور بالدهشة أو الإعجاب الشديد تجاه شيء أو شخص ما عامة، ويمكن إن هو يكون شعور ناتج عن تجربة شيء جديد ومثير، أو رؤية أداء متميز، أو التفاعل مع شخص بيملك صفات وقدرات استثنائية. غالبا بيرتبط بالمشاعر الإيجابية زي الفرح والإثارة والتحمس يعني. لذيذ ده. طب تعالوا نبص على الإعجاب. الإعجاب هو شعور بالتقدير والاحترام تجاه شيء أو شخص معين بسبب صفات أو إنجازات تجعله يستحق هذا التقدير. ممكن الإعجاب ده إن يكون نتيجة شخصية مميزة، أداء متميز، إنجازات بارزة، سلوكيات أخلاقية. وبيعبر الناس عن إعجابهم بطرق مختلفة، زي التعبير اللفظي أو التصفيق، تعجيم الثناء والتشجيع. بيعتبر الإعجاب شعور إيجابي بيعزز العلاقات الإنسانية ويحفز أفرادها على تحسين أنفسهم. جامد ده. طب فاضل الحب، وهتفهموا كل حاجة. الحب هو شعور عميق وعاطفة قوية تجاه شخص أو شيء ما، بيتسم بالإخلاص بقى والتفاني والرغبة في تحقيق سعادة الآخر. الحب بيعبر عنه بطرق مختلفة كتير، منها الكلمات والأفعال، العناية والرعاية، وهو عامل أساسي في بناء العلاقات الإنسانية المستدامة عامة. أول مرحلة في العلاقات الإنسانية لما حد يدخل حياتك إن أنت تنبهر بيه، بيلمح كده. بعديها لو الموضوع كمل بتعجب بيه شوية، تبدأ تقارنه بخلق الله كمكان بقى. مقارنات مش عاجزها طبعا وهو يكسب كله، فتبدأ تحبه. ولو هو عمل حاجات كتيرة ممكن تتخذه قدوة، أو لو في طريقة رفع مستوى العلاقة أكتر، سواء إن هو يبقى صديق أو شريك حياة، فتبدأ مشاعر حب، سواء حب صداقة أو حب رومانسي وهكذا. الفكرة إن إحنا طول الوقت بنخلط ما بين مشاعر الحب والإعجاب والانبهار. فاللي تنبهر بيها تحبها، واللي تحبها تقول بس إن أنت معجب وشعور، واللي معجب بيها تفضل سايبها لحد ما مشاعرك تعفن عشان فاكر إن ده انبهار. بس الموضوع ده عامة مش صعب أوي. في المصادفة إن أنا كنت بقرا كتاب الدكتور يوسف الحسيني اللي هو عقدك النفسية سجنك الأبدي ده. هو كتاب لذيذ،
مش بعيد عنها نسكيب الحتة دي. في الكتاب كان بيقول حاجة مهمة أوي، عشان تنشأ مشاعر حب بين طرفين لازم يمر 9 شهور. 9 شهور يا لهوي. عشان الشخص ده يكون ان هو تمام، ان المشاعر دي اكيدة، وان احنا ينفع نرتبط بهذا الشخص جوه. طيب ثانية، يعني انا ما ينفعش احب من اول نظرة؟ لا، انت بتعجب من اول نظرة، انت بتنبهر من اول نظرة، انت ما بتحبش من اول نظرة. حب من اول نظرة ده مجرد مصطلح خيالي سيكا كده، اوكي، ما اختلفناش ان انت الشخص اللي ممكن تعجب بيه من اول نظرة هو اللي تحبه عادي، بس مش بالضرورة ده يكون دايما الصح. بالنسبة ل9 شهور دول ما يتعاملوا دائم، يعني مش ان انت تتعامل كل شهر مرة مثلا ويعدي 9 شهور فتقول انا بحبها، لا. لا، ده مش هيمشي، ده مش هيمشي وده مش هينفع. بس ابسط حاجة، اوكي، انا عن نفسي بستخدم انا كيوسف، يعني مش بالضرورة ان ده ينفع معايا فهينفع معاك وبلا بلا 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 بلا. انا بستخدم قواعد الزمنية. معنى ايه؟ بمعنى ان الوقت هيكشف لنا كل حاجة. فانا كل حد في حياتي بيعدي بوقت معين بشوف بعدين ان هو اوكي، احنا عدينا المرحلة دي، فانا جواكي عايز مدى قربه ليا. يعني اول حاجة اسبوع، اسبوعين، شهر، شهرين، 3، 6 شهور، سنة، سنتين، 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين، 10 سنين، وهكذا. كل ما يعدي وقت أكتر كل ما أنت انبهارك هيقل بهذا الشخص. يعني أنت عمرك ما هتفضل منبهر بيه لأن هو مش ساحر. يعني هو مش ستاند اب كوميديان طالع يقولك حاجة على المسرح فأنت هتفضل تنبهر كل شوية. وفي نفس الوقت اوكي، انت هتبدأ تدرك بقى ايه اللي انت هتحبه في هذا الشخص، او ايه اللي انت معجب بيه في شخصية هذا الشخص اللي قدامك. سواء بقى من ان هو اصلا شخص جميل، او لسانه مثلا حلو، او ان هو مثلا تعال نقول الابتهاج بتاعه في وظيفته وشغله ودراسته، دي حاجة بالنسبة لك بكلمة ممكن تتخذه يعني انا بالنسبة لي، انا ليا ناس انا عمري ما اعتبرت حد اكبر مني بكتير هو قدوة تعليمية مثلا. لكن عندي واحدة صاحبتي أكبر مني مثلا بحوالي 4 سنين مثلا، حاجة زي كده. دي بالنسبة لي دي أكتر حاجة أنا ممكن أتخذ قدوة في التعليم عامة. درست وسافرت، اللهم بارك ليها يعني، وما شاء الله عليها، وراحت هنا وراحت هنا وعملت هنا وعملت هنا وعملت حاجات كتير. بالنسبة لي أنا أبص عليها بحس بمشاعر إعجاب وبحس بانبهار، وبحس اللي هو واو أنا عايز أعمل زيها كده. فدي بالنسبة لي دي قدوة، أنا أوريدي حججت ده. حد تاني أنا أكون منبهر بقد إيه هو شخص طيب، وقد إيه هو جود ليسنر، وقد إيه هو ممكن يسمع وينتبه للتفاصيل كده. لكن مش بالضرورة ان انت كل اللي انت هتنبهر بيه او هتعجب بيه هو هيكمل بهذه الطريقة، لا. ان الصفات بتتغير والبني ادمين بيتغيروا وما الى ذلك. فمفيش حد هيفضل طول عمره هو القدوة، مفيش حد هيفضل طول عمره هو الشخص اللي انت معجب بيه، مفيش شخص هيفضل طول عمره اي حاجة كده. هي الفكرة نفسها ايه؟ الفكرة نفسها ان انت تكون مدرك لمشاعرك جواك، عشان ما تجيش تعجب ببنت اوكي فكر ان انت تحبها وهتقرر تعيش بقية عمرك معاها، وبعد شهرين تيجي تقول لها ان خلاص لا انا مش حاسس بحاجة تجاهك. بس طب ليه يا ابن الناس ليه؟ انت شايف بنات الناس لعبة؟ وانت لا تعالي ان انا شايفك بتضحكي هناك، تعالي. ولا انت اوكي تيجي بعد ما انتوا قاعدين 6 شهور مع بعض، انت فقدتي الاهتمام من الشهر التاني اصلا. كيك زي الوقت ممكن كاسك جنيو وتسيبيه وتمشي، لا من اول، يعني من اول ما عدى الشهرين فقدت الاهتمام، حاولي تشوفي حاجة ما نفعتش سيبيه على طول. مش لازم تقعدي 6 شهور، فاهمة؟ يعني مش لازم يا جماعة، اللي يعرف يخف. بس انا علي فكر اجيب ده، يلا. اللي بعده. طب معلش، هو انا ليه برضه جبت سيرة ال4 دول فوق؟ يعني ايه اللي دخلهم بالمقارنات؟ ببساطة ان كل واحد من دول هو مقارنة مختلفة. وهنا بقى ده موضوع، يعني مثلا في الكونجو انت ممكن تتبع خطوات حد عشان تنجح زيه، ده حلو. بس في اوقات ممكن تعمل مقارنات غير عاجلة، ان مثلا زي ايلون ماسك بيعمل دلوقتي ملايين وانا مش عارف اعدي من مادة. دي طبعا مقارنة متخلفة. مش عاجلة يعني.
كده عادي ان انت تبص للشخص اللي انت معجب بيه لا خلينا نكون مهرج هنا، للشخص اللي انت تتخذه كقدوة وعاوز ان انت تمشي على كل خطوة زي ما هو مشيها. كان لو حد مثلا شاف طه حسين كقدوة ليه كعميد الأدب العربي، فهيشوف إن طه حسين في سن كذا عمل كذا، فيحاول إن هو يقلده. ده حلو، ده لذيذ. لكن مش معنى إن أنت ما قدرتش إن أنت تقلده إن أنت فشلت، لأ. إن أنت ممكن توصل تكون عميد الأدب العربي بربع الجهد اللي بذله طه حسين، إن أنت في زمن أفضل أو في زمن عندك إمكانيات أكبر وهكذا. بس فإن أنت تستخدم اللي حواليك وما تضغطش على نفسك، لأن في الآخر أنت اللي عايز ده. يعني مفيش حد قالك اعمل ده، بس فانت اللي عايزه. فتجردش على نفسك زيادة عشان حاجة، خصوصا عشان انت مش في يوم وليلة هتبقى ايلون ماسك، ولا في يوم وليلة هتبقى طه حسين، ولا في يوم وليلة هتبقى مش عارف شبراوي، مش عارف اي حاجة. طب مثلا لو في الانبهار، احنا بنبدأ نشوف الشخص ده استغفر الله يعني اله مش بشر. اصل مفيش حد طيب كده وبني ادم. ده بنقارنه بكل سيئي السمعة اللي احنا عرفناهم، كل اصحابنا بياخد رقم واحد من كل الحكام، والحكم الرابع بيبص في الفار بيلاقيه كويس. الله. واصلا ده انبهار من بتاع الله حاجة جديدة. في اي جانب بنحطه في مقارنة معاه بيكون مظلوم. نقول هنا كان انت لما تيجي تنبهر بحاجة، لما تيجي تنبهر بحاجة الانبهار ده بيروح. كالانبهار ده اوكي هو مجرد حاجة متعة لحظية كده. احنا في ناس في حياتنا هما بيحبوا لحظة الانبهار دي، لحظة انهم بيستكشفوا ناس جديدة. ده انا بالمناسبة، لكن ما علينا. كده اللي هو يفضل يعرف في ناس جوجاك عشان ينبهر كل شوية، ويجا فيه هنا كذا، وجا عنده كذا، وجا بيعمل كذا، واو كده. لكن الفكرة ايه؟ ان انت ما تجيش بعد ما تنبهر بهذا الشخص تسيبه وتمشي، لا، لان هو مش لعبة. لو عايز تعمل كده ادخل اسمع بودكاست بقى، ادخل شوف انترفيوز للناس وانت تنبهر براحتك، لكن ما تعقدش الناس معاك. اه طيب لو على الاعجاب، لا ده حوار تاني. هنا احنا بنقارن المعجب به مع كل اللي فاكره وطبعا بيكسب، او بنقارن نفسنا بيه بقى. وهنا خليني اقول لكم ان دي مصيبة. عشان من اساسا كل الاتنين شخصين مختلفين، والاهم ان هو الكفة رايحاله اصلا. فبنبدأ في المقارنة الإعجابية دي كاك إن أنا مش أحسن حد له، أو إن هو يستاهل حد أحسن من كده، والتحقير من إزاك يشتغل وجلد إزاك الله ينور، وحاجة صعبة. يا جماعة يا جماعة، لازم نفهم إن لما بنعجب بشخص اوكي ده بنكون شايفينه احسن شخص في الدنيا، اوكي ما فيه زيه، هو العوض، هو كل حاجة في الدنيا. ما ينفعش تقارن نفسك بالشخص اللي انت معجب بيه، لان انت اصلا انت ممكن يكون متحبش نفسك. بس فكاس ممكن يكون مش بتحب نفسك، فكي تقارن نفسك معاه تشوف ان انت صفيحك ما هو ملاك، اوكي وهو ملاك نزل من السما. فخلاص بقى هتنهي نفسك وهتنهينا وهنرتاح كلنا. لا بهزر، ما تعملش كاسيك سيربي، روح شوف سيربي عامة. اخيرا بقى الحب، وهنا المقارنة بتبقى مع الشركاء الماضيين، ان دايما في احساس ان انت بتتقارن معاهم. رغم ان الموضوع مش بيبقى كده، والاسوأ ان ممكن اصلا ان انت تكون محل مقارنة. لو على المثال الشهير بتاع المسلسلات التركي اللي شفته في الحياة 100 مرة، الولد اللي بيحب بنتين وهم بيحبوه، فلازم واحدة بس اللي هيختارها، وهو اللي بيسبب عقد ان انا ما كنتش استحق، او الاسوأ ان لو حصلت خيانة، العقدة الألعن بتاعت ان انا ما كنتش كفاية للشخص ده، مش ان هو اللي ناقص يعني. خليني اوضح لك دي كده. جواكي عندك فلان حب بنتين، اوكي رغم ان هو محبش بنتين، لكن ما علينا. هو فلان قرر ان هو انا بحب بنتين، سارة وليلى مثلا على سبيل المثال يعني. فجي يبص على سارة لقى ان هي جميلة مثلا وذكية، وبص على ليلى لقى ان هي مؤدبة، ولقى ان هي بنت ناس ومش عارف ايه، فيبدأ يقارن ما بينهم لحد ما يختار واحدة فيهم بناء على انهي الأحسن، لكن بناء على اللي هو عايز ايه في الآخر. بس كانوا نقول ان هو اختار ليلى فساب سارة، فسارة كي تحس طب هو انا ما كنتش كويسة، طب هو انا ما كنت يعني انا ما كنتش ان انا استحق ان انا اكون معاه، يعني اقل من التانية دي.
اوكي كده وتقعد تلف في دماغها لحد ما تكبح نفسها بقى خالص، ان هي تشوف ان هي ملهاش اي قيمة، فتركب اي حاجة تترمي قدامها وخلاص. او بقى اللي هو بعد ما هذا الولد ارتبط بليلى وساب سارة، اوكي يجي يقرر ان لا انا كمان عايز سارة، فيجي يخون ليلى، يخونها مع سارة بس. فليلى تبدأ تحس ان طب هو انا ما كنتش كفاية، اصل هو اكيد ما بصش بره الا عشان انا ما كنتش كفاية بس. فتبدأ العقد بقى ويبدأ الموضوع يلف في دماغها. ولو حد فيكم من اللي بيسمع طلع باللي انا بقوله جنب البنات معقدين مثلا، اوكي مش ان الولد ده ناقص وابن 60 في 70، ولو كلمة كانت هقول لفظ وهحط بيب اوكي، فانتوا تكونوا متخلفين لا الحق يعني للحق. آه مهما كان الشخص اللي حطوكوا في مقارنة وانتوا ما كانش عندكوا اختيار في ده، حب ما بينكم ما بين حد تاني، او ما بينك وما بين البنت اللي امه جايبها له من البلد عشان يتجوزها، او ما بينك وما بين ابن خالتها اللي جاي من الكويت، اوكي. فعمر ما المقارنة دي بتكون بتمثل اي حاجة، اوكي، الا اختيار شخصي وملهاش اي سكين لازمة، وهختصر الدنيا، والله هختصر الدنيا. الحياة اصلا مش مستاهلة كل ده. ادخل المطبخ اعمل لك كوباية شاي بلبن، اوكي، حط عليها 3 معالق سكر، اعمل لي كوباية معاك نفس المقادير، لا زود لي معلقة، بقيت اشرب سكر كتير اليومين دول، وجيبها وتعالى نقعد في حتة بعيدة. واسمعك نكتة وخلي حساب الضحك عليك بقى المرة دي، شيل انت الضحك وانا هشيل مشاريب واي حاجة بقى جاي تمشي يعني. ما علينا. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهاردة، أرجو إن هي تكون عجبتكم يعني بشكل من الأشكال يعني. الحلقة دي أنا بقالي شهر مأجلها، يعني مخلصها بقالي شهر بس مأجلها ك كتسجيل يعني، مش ككتابة أكيد. بس قلت أنزلها لكم بقى بما إن أنا ملحقتش أكتب سكريبت، الحمد لله أنا كنت كاتبها على جنب يعني. وطبعا شوت اوت بقى من حد من صحابي يعني. انا هحاول افتكرهم بذكاء، اولهم طبعا ايمي جاك، حلو على المشاركة الفظيعة اللي هي شاركتها معايا، ان 3/4 الحلقة انا قلت لكم ان هي هي متعجني في كبكها. وشوت اوت لا انا مش فاكر حاجة اوي، لكن يعني كل مش عارف. شوت اوت لاصحابي يعني، ان هما اللي بيساعدوني والله ان انا اكتب كل ده وان انا اعمل كل ده. وبمناسبة صحابي وبمناسبة الشوكة وكات، فشوكة لاتنين من أحسن البودكاست اللي موجودين في الدنيا يعني، والله مش عشان أعمل شوكة لكن عشان فعلا أنا بحب أسمعهم يعني، وناس لذاذ يعني. أول واحد هو بودكاست على ما أقولك بتاع أحمد ناصر، روحوا اسمعوه، بينزل حاجات فعلا فعلا جميلة، وهو واحد من ألذ الناس اللي موجودين اللي أنا أعرفهم يعني، سواء على مستوى البودكاست أو على المستوى الشخصي يعني. والتاني هو بودكاست كاسين ودين لمحمد محسن، اوكي، شوت اوت ليه برضه. ان الاتنين دول كانوا شبه الالهام الرئيسي ليا ان انا ابدا اعمل بودكاست، اصلا هو بودكاست روان سلامة في الهوا سوا، شوت اوت ليها برضه، هي موقفة جواكي لكن يلا ما علينا يعني. هما كانوا الالهام ليا ان انا ابدا اصلا في عالم البودكاست، وان انا ابدا اعمل كل الكلام ده كله. فاحساس حلو لما انت تشوف الشخص اللي انت بسببه بدأت اصلا بيقول ان انت عندك بودكاست، وبيقول ان انت تعمل محتوى كويس يعني، فشوت اوت ليهم. واسمعوا كل حلقاتهم دلوقتي. من لما تسمعوا حلقاتي الاول بس، يلا ما علينا، على الاقل جودة الصوت احسن شويه، او الحروف باينه مش عارف لكن يلا ما علينا. ارجو ان الحلقه تكون عجبتكم. طبعا ما تنسوش بقى ترجعوا لإخواتنا في فلسطين وفي سوريا وفي السودان وكل البلاد اللي يعني تعالوا نسميهم رجال الشوفان. الرجال الشوفان الأبيض بيقاروهم دول، فرجعوا لكل أهالي هذه البلاد المقهورة. بس كده، ربنا يسعد أيامكم دايما ويخفف أحوالكم على طول، أو يخفف أحوالكم. ايه يخفف احوالكم دي؟ آه يخفف اعزالكم ويحسن حوالكم، ويجعلكم دايما في راحة بال واطمئنان، ما تشيلوش هم حاجة في الدنيا يعني،
يحفظكم والله من كل شر ويخليه ليكم. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهاردة. أرجو إنكم تكونوا استمتعتوا بيها، وأرجو إن هي كانت تكون حلقة لذيذة يعني على نفسكم، إنها تكون ضيف خفيف كالعادة يعني بعد عن ياري كتير. أتمنى لكم كل خير، ويلا بينا يلا. بس كده، دي كانت حلقتنا يا بشركم يا هوانم. عدوا معايا: 1 2 3، ودي الحكاية ودي الرواية. وبس كده، سلام.